اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معكم ولاء ودي الكتاب وحلويات. النهارده هنعمل مع بعض الصبليه. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه، وهقول لكم على التسويه والفينش والاشكال الجديده اللي جبتها السنه دي، ان شاء الله تعجبكم. هنسمي الله كده ونبدا ونقول عملنا ايه. معايا 600 جرام من الزبده اللي بشتغل بيها النيوزيلندي. انا كنت جايبه كرتونه كده بالكيلو، يعني هي بتبقى كيلوهات، جايه الكرتونه على بعضها. تمام. كنت جايباها قبل رمضان. يعني كانت بالجملة، كان الكيلو واقف فيها على حوالي 110 تقريبا، 110 في الجملة. والله جربتها جميلة بجد وحياة ربنا، يعني في النواعم السنة دي عجبتني جدا. حطيت عليهم الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، حطيت عليهم 300 جرام من السكر البودرة. لازم السكر يكون منخول حلو جدا، ولو انت هتعمليه في الكبة بعد ما تضربيه تنخليه حلو وترجعي تضربي اللي هيطلع منه، علشان ما يعمل بقاش فيه سكر تحس ان هو بيقرش معاكي كده في الاكل. فلازم السكر يكون مطحون كويس. يبقى حطينا 600 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، وكمان عليهم 300 جرام من سكر البودرة، وهضربهم كده على أعلى سرعة لحد ما القوام يرتفع معايا كده ويعمل فوم. طبعا أهم حاجة في الخليط ده أو في الصبليه إن هو يتعجن كويس. كل ما بتخدميه كل ما بيطلع لك نتيجة حلوة. وكمان السابليه مش بتحط له اي سوائل، يعني انا عن نفسي ما بحط له البيض. في ناس بتحط له بيضايه او صفار بيضه، انا بعمله بقالي كذا سنة من غير بيض خالص وبيطلع ممتاز. طبعا الحاجة اللي احنا ما بنحطلهاش سوائل او مية او لبن او بيض بينفع نضربها كويس، يعني لازم تتخدم كويس. فمش هيحصل لها اي حاجه طالما ما فيش سوائل. تقدري تضربيها حتى لو حطيتي العجين مع بعض. ولو انت السكر عندك مش بيبقى ناعم بطريقه زي اللي بتشتريه جاهز كده، الاحسن ان انت تضربي السمنه مع السكر الاول. ده ده الحاجات اللي المفروض نحط 3 مكونات على بعض. بس انا بضرب الاول السكر مع الزبده، اتاكد ان السكر اتضرب ونعم كويس بعد ما اكون نخلاه. بعد كده برجع اضيف الدقيق. لو انت عندك السكر متاكده ان هو ناعم جدا، ممكن تحطي التلاتة على بعض من البدايه. بصوا اهو، طبعا انا ضربت الاول زي ما انتوا شفتوا السكر مع الزبدة، وبعد كده رجعت ضفت الدقيق وبس لميت العجين كده. وبعد كده هضربه على أعلى سرعة لحد ما القوام كده يندمج مع بعضه ويبقى كتلة واحدة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا، يعني بياخد تقريبا من 5 ل 8 دقايق كده في العجان ضرب. انا يعني بشغل عليه العجان من اول ما بحط الزبدة لغاية ما اخلص الدقيق. بصوا كده، ده اول كيلو، انا عملت 3 كيلو. اول كيلو بصوا زي ما انتوا شايفين جبته كده بين كيسين وفردته، وهبتدي اختار القطاعات بتاعتي. اول شكل كده اخترته شكل فراشة. بصوا زي ما انتوا شايفين شكلها حلو قوي، وفي الفينش بتبقى ممتازة قوي. يعني عجبتني قوي الشكل ده، عجبني بجد السنة دي. الاشكال دي بصراحة بتاعت واحدة جارتي، كانت بتعمل مع عندي الصابليه، والمكنة بتاعت البيديفور كان جاي فيها اشكال من الصابليه، فعجبتني فقلت لها انا هشتغل بيها السنة دي. قالت لي خلاص تمام، خليها عندك لغايه ما تخلصي كل حاجتك وبعد كده ابعتها لي. انا سالت على فكره على الاشكال دي، ما لقيتش بصراحه نفس الاشكال يعني الاشكال اللي موجوده كلها في السوق شبه بعض. فانا عجبني شكل الفراشه، هوريكم بقى بقيه الاشكال اللي فيها هتعجبكم قوي برضو. لو حد يعرف مكان بيبيع فراشات بقى والاشكال الحلوه دي يقول لي مكانه فين، لان انا بصراحه الشكل بعد ما خلصته في الفينش كده عجبني قوي. بصوا بنلم كده العجين تاني وبنبتدي نفرد. تمام. وبعد كده بنبتدي نعمل اشكال تاني. لميت العجين وهبتدي افرده برضو، وهبتدي اختار الشكل التاني اللي هو شكل الوردة. بصوا صراحة الاشكال ممتازة جدا، يعني عجباني قوي قوي. ايه على فكرة في اشكال انا ما اشتغلتش بيها، كان في شكل ارنب وفي شكل عصفورة كده، وفي اشكال حلوة قوي. بس يعني انا في اشكال اخترتها واشكال لا ما عملتش بيها. بصوا اهو، ده طبعا بشيلها بكل سهولة كده، برفع حرف الكيس وابتدي اخدها كده على ايديا وابتدي انقلها في الصاج.
لو حسيتي ان العجينه وانت بتشيليها ملزقه معاكي او مش بتطلع معاكي بسهوله، تقدري تدخليها التلاجة ترتاح شويه، وبعد كده او تسيبيها كده تشمع شويه، وبعد كده تبتدي تنقلي تفردي وتشتغلي فيها، هتلاقيها سهله جدا معاكي. هنعمل الشكل اللي بعده اللي هو شكل القلب. طبعا الشكل ده اشتغلت بيه السنه اللي فاتت، حلو جدا برضو، وبيبقى في التقفيل كده والفينش بيبقى شكله ممتاز جدا. هبتدي برضو انقله كده على الصاج شكل القلب. هعمل برضو من القلب ده، على فكرة انا صورت معاكم يعتبر كيلو بس، وبقية ال2 كيلو انا عملتهم مع نفسي يعني. انقله كده على الصاج والم العجينة بتاعتي وابتدي افرد تاني. بصوا اهو بتتفرد معايا بكل سهولة. بصوا الشكل بتاع الدبدوب ده جميل قوي برضو، عجبني. بصوا اهم حاجة تخلي سمك العجينة يكون مناسب، ويكون كله تقريبا زي بعضه، يعني ما تجيش تقطعي جنب وانت بتفردي تلاقيها رقيقه كده والجنب التاني تخين، فتيجي في التسويه تلاقي الرقيق ده اتحرق منك واستوى بسرعه والتاني لا قلبه عجين. فيعني حاولي تخلوا السمك واحد. ولو هتعملي واحده بس، يعني هتعملي من الصابليه قطعه واحده، مش هتلزقيهم في بعض. خليها سميكه تمام، وخلي التسويه بتاعتها على الهادي. ولو هتعملي 2 يعني خليها مثلا حوالي نص ملي، ولو واحدة بس هتبقى ملي مثلا. بصوا شكل العصفورة دي جميلة برضو قوي. بصوا انا بحاول يعني ايه اجيب لكم كل الاشكال اللي انا اشتغلت بيها، وبرضو اللي عنده المكنة دي او يعرف الاشكال دي بتتباع فين، لان هي فيها كذا حاجة. هوريكم برضو شكل عجبني قوي، كذا حاجة بصراحة عجبتني فيها يعني. ان شاء الله ربنا يبارك لصاحبتها فيها. وانا هعمل الشكل اللي بعده اللي هو شكل النجمة. برضو الشكل ده اشتغلنا فيه السنة اللي فاتت، برضو حلو جدا برضو. بيبقى حلو في الفينش. هنقله برضو على الصاج، واحاول اخلي كل الاشكال وكل المقاسات كده تكون واحدة، والسمك كده واحد علشان التسوية تطلع مظبوطة معايا. هعمل بقى الشكل المربع ده او شكل البسكوتة. بصوا زي ما انتم شايفين كده بحاول اخلي ما اشتغلش بالمقاسات الكبيرة علشان يبقى قريبين كده من الحجم. بصوا بكل سهولة برفعه كده من على الكيس. على فكرة الشغل على الكياس او المشمعات دي احسن من الشغل على ورق الزبدة. بحس ان ورق الزبدة يعني بيتبهدل كده وبيلزق في العجين، ده اسهل واحسن بصراحة بكتير. برضو من الاشكال المميزة جدا جدا اللي عجبتني القطاعة دي، حلوة قوي قوي قوي، جاية برضو مع المكنة بتاعت البيديفور وقطاعات السابليه جايين مع بعض. بصوا بيطلع الشكل ممتاز، وهوريهولكوا برضو في الاخر الشكل كان عامل ازاي. بصوا زي ما انت شايفه كده بتقطعي، وكمان تقدري تعملي لها فتحه من النص اهي بكل سهوله. هوريكم واحده انا عملت لها فتحه كده من النص. بصوا بالقمع الصغير وابتديت. بصوا دي المكنه اهي جاي منها اشكال مربعه، بس انا كنت حاسه ان الاشكال المربعه كبيره شويه. في برضو مقاس اكبر من ده شويه في المدور، برضو ما عجبنيش، كنت حاسه ان هو كبير قوي يعني. ده يعتبر ده اول مقاس. بصوا طبعا دي اللي هي بتاعه ورق الشجر بتاع عجينه السكر، برضو عملت بيه كام واحده كده. بصوا تطلع معايا بكل سهوله. بصوا ممتازه جدا. بصوا الشكل ده زي ما انتم شايفين انا عملت له فتحه كده باصغر قمع عندي في النص، علشان يبقى لما اجي احط 2 فوق بعض كده يبقى شكلهم حلو جدا. والشكل ده اصلا ده المتعارف يعني على في الصابليه. التسويه بقى شغلت النار من فوق على الهادي ومن تحت بعد ما سخنت الفرن 10 دقايق. ابتديت اهدي النار ودخلته، وخد معايا 10 دقايق بالظبط كله صاج زي ما انتم شايفين. بصوا التسويه ممتازه جدا. طبعا هو ما بيزيدش حجمه خالص، هو يعني بيرتفع حاجات بسيطه وبيرجع تاني لحجمه الطبيعي. يعني السمك اللي انت هتدخليه عليه هو اللي هيطلع عليه، لان احنا لا بنحط له بيكنج باودر ولا اي مواد رافعه زي ما انتم شايفين كده. بصوا بيطلع معايا بكل سهوله. ابتدي ارص بقى كل الاشكال فوق بعضها لحد ما اخلص كل الكميه كلها. اكون سيحت بقى شوكولاته بسيحها كل قالب بحط عليه معلقتين من، يعني القالب اللي هو حوالي 100 جرام بحط عليه معلقتين كبار من الزيت. تمام. بس انا طبعا كانت الكميه عندي كانت كبيره فسيحت شوكولاته كتيره. سيحت شوكولاته بيضه وشوكولاته غامقه،
والابيض بصوا اهي. انا بوريكم بقى الصاج بعد ما خلصت. بصوا زي ما انتم شايفين كده، جبت برضو مشمع وهبتدي اطلع كده من الشوكولاته، وابتدي احط كده على المشمع عشان الشوكولاته تشمع شويه. بصوا حطيت على الشوكولاته دي لون من اللون الفوشيا، برضو اداني شكل حلو قوي. ممكن انت بقى تقدري تحطي كل الالوان اللي انت حباها، تعملي موف، تعملي في البنكات بقى والحاجات اللبني والحاجات دي برضو مع الشوكولاته البيضاء بتدي شكل حلو قوي. تقدري تعملي خطوط بقى بكل الالوان. بصوا اهو زي ما انتم شايفين كده، انا بحاول اوريكم اشكال كده اوليه. انا طبعا عملت اللي هم اللي فيهم فتحه دي الاول لوحدهم، علشان لما اجي اعمل اللي تحتها تبان بقى اللي في النص، اللون اللي في النص اللي هو في الفتحه دي. لو انا هحط مثلا شوكولاته غامقه او اي حاجه، هوريكم برضو واحده او اتنين هعملها لكم. بصوا انا بقى طبعا معلش مسرعه الفيديو لان هيبقى طويل جدا. عايزه اقول لكم على كل التفاصيل. انا بلزق الاول زي ما انتم شايفين، وبعد كده ببتدي اختار الشكل اللي من فوق بقى هيبقى عامل ازاي. بصوا بصوا بقى الوردة دي جميلة ازاي، يعني تحفة بجد. الاشكال عجبتني قوي. بصوا حطيت بقى شوكولاتة بني، وبصوا الفراشة لما اتحط عليها اللون بقى عاملة ازاي. تقدري تحطي كل الالوان. بصوا انا حطيت بقى اللي هي فيها المدورة اللي فيها فتحة دي على واحدة مقفولة، ولزقتهم بشوكولاتة غامقة علشان اللون الابيض يبان من فوق. بصوا يا رب الفيديو كده يعني يكون موضح نفسه. تقدري بقى الفينش ده بقى تبدعي فيه زي ما انت عايزه. زي ما انتم شايفين اهو. حاولت برضو اعمل الوان تانية من شوكولاتة، لون اللي هو الاصفر اهو. المسترد ده برضو حلو قوي. عملت اشكال كتيرة بصراحة والوان كتيرة. بعد كده تقدري تحطي بقى الخطوط اللي انت عايزاها بالالوان اللي انت عايزاها. وطبعا يعني هسيبها في ثواني كده شوكولاتة تجمد، وببتدي ارصهم بقى على الصاج. خلصت الكمية كلها وابتدي اقفل بقى اوردراتي. انا كان مطلوب مني يعني السابليه. هو الكيلو المفروض ان احنا بيطلع على الميزان حوالي 2 كيلو ونص. يعني كيلو السابليه بعد ما بيتقفل شوكولاتة بتوزنيهم بيطلعوا 2 كيلو ونص. انا عملت 3 كيلو بس، طلعوا معايا حوالي ما يقلش عن كده وما يزيدش عن كده. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني، وشكرا لكم.